شايفين بقى الحاجة الجميلة اللي احنا عملناها دي؟ عايزة اقولك يعني حاجة هتعمليها تحلي بيها كده باردة وتبقى مسقعة وجميلة في الجو الحلو ده بتاعنا اللي حر موت. تمام. عندك بقى هنا ايه؟ بكوباية مكرونة وشوية حليب. تعالوا بقى نعملهم ازاي. عندي هنا حلة ضفت فيها كوباية من المكرونة، اي نوع مكرونة عندك، اسباجيتي، مكرونة قلم، مكرونة عادية صغيرة، اي نوع مكرونة. هنسلقها سلقة كويسة جدا بحيث ان هي تبقى يعني معجونة شوية، داخلة على ان هي تتعجن خلاص. هنجيبها بقى كده في الخلاط ونحط عليها مع كوبايتين من الحليب، وهنضيف عليها كوباية من السكر، وهنضيف عليها معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنضربهم كويس جدا في الخلاط لغاية ما ينعموا بالشكل ده. وهصب الخليط بتاعي في الحلة وارفعه على النار. تمام. وهضيف عليه كوبايتين حليب كمان هو على النار كده. طبعا ضفت كوباية حليب والكوباية التانية نصها بس، والنص التاني هضيف عليه بقى ايه؟ هنضيف عليه معلقتين من النشا ومعلقة كبيرة كده هرمية من الكريم شانتيه الخام، او كمان عادي كريم شانتيه اللي هو المسكر لو موجود عندك. تمام. او بالشكل ده. وهنقلبهم بقى كويس جدا وننزل على الخليط اللي احنا حاطينه في الحلة بتاعنا ده بالشكل ده، علشان انا عايزة القوام بتاعه يتقل شوية ويتماسك معايا. تمام. طبعا هي المكرونه اوريدي هتتماسك بس مش هتبقى قوي، لازم نضيف عليها حاجه تمسك معاها شويه. تمام. طبعا الكريم شانتيه بيعزز الطعم وبيديها طعم حلو جدا. هنضيف كمان نص كوبايه سكر، هو طلع السكر بتاعها مظبوط مش مسكر قوي، لو انت حباها مسكره شويه ضيفي كوبايه سكر. شايفه بقى مع التقليب المستمر القوام تقلك بالشكل ده. هضيف بقى هنا معلقه سمنه كبيره كده محترمه بلدي، لو ما عندكيش يبقى تضيفي معلقه كريم شانتيه مضروبه، يعني تكوني عاملاها. ما عندكيش كمان يبقى مش لازم خالص. تمام. هنقلبهم كويس جدا. هتدهني بقى الصينيه بتاعتك سمنه، وهنبدا ناخد القوام بتاعنا ده اللي احنا عملناه بالشكل ده. هنصبها بقى في الصواني. ليه بقى ما بتحطي في الصينيه ما تخليش الارتفاع بتاعها عالي قوي، علشان هي هتفور معاكي في الفرن. تمام. عشان ما تقعش يعني من الصينيه، فانت لازم تخلي حبه كده من الصينيه فاضيه. شايفين بعد ما دخلت بقى الفرن طلعت بالجمال ده والحلاوه دي. طبعا هتسيبيها بقى تبرد شويه. تمام. وهتدخليها التلاجة. شايفين بقى شكلها؟ اتمنى تجربوا الوصفه دي تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد.